إسلام يا أخو. أنا إبراهيم يوحنا فتوحي جولان، الاسم الأدبي إبراهيم جولان. طفولتي وولادتي ببغداد. دراستي ابتدائية مدرسة قراقوش، أول قماية مدرسة قراقوش الأولى، بعدين بشلة الأولى والثانية ملحق. الطيل السادس نية مدرسة ثانوية بغدادة، هي للمتوسطة وثانوية قضيلة بغدادة. كم قبلي لي مبادرة وتقديم مركزي باو وقت سنة 70. قبلي لي معهد الإدارة ومحاسبة ببغداد، درس لي سنتين 3 سنوات تقويمية قمرية، مخرج لي 74. وبعدين مباثر كم خارج وخا كزواج لوجه عسكرية. قامي دورتي أي خريج إعدادية لقلاوشة عسكرية، مطيلة دورتن بدل قانون خريجين مشكلوش عسكرية. مباثرة عسكرية موظف لي لك صار موظف مقامي عسكرية، وتوظيف مركزي هو إعلان وتقديم قبول. مش موظف ببغداد سنوات طويلة. هل ديري البغدادة بالثمانينات، ديري البغدادة مرس لي أعمال ديدي قلي الموصل، ومرس لي أعمال ديدي وفرص ولا حرب. وبديلا بغداد يسوى نشاط أدبي فني ثقافي، بس قاعد اترك لي بغداد تقفيلي، يعني منتقل لي مدينة إلى الريف بسبعينات وستينات حتى ثمانينات بدايات، اسوى ريف واسوى مدينة. فأنا قاعد انقل لي من المدينة مدينة كايبة احتكاك حيلة، مجالات شباب، مجالات الفن، مجالات مسرح، مجالات ثقافة، مجالات طبعا معاصمة يا ومختلفة وحيل عن بغداد. بغداد ريفيها انباثر الثمانينات بالتسعينات بشل خخلة، بشل ريف مش طم مدينة، كيس أحوال حرب وأحوال حصار وأحوال تنقاشة ومستقر ببغداد. بديل كثون وبديل أعمال فنية تضين بغداد. يعني بغداد لك شوق ودوكا يبا سواء ثقافية، يبا مسرح، يبا شعر، يبا ندوة، يبا سينما، يبا حتى بوقت السبعينات تسوى السياسة. كم حاكا خوا سياسة وكم حاكا خوا مختلف مواضيع. أين هو؟ لقد تأخر. زحام الشوارع. هل تعلم ما الذي يجري هذه الأيام؟ لقد اعتدنا عليها، هذه هي الحياة. حياتكم أنتم، أما حياتنا فلن تزل حية. لم يغتصبوها منا بعد. قد يتأخروا قليلا. المشكلة ليست في التأخير. أنا بدي بكساوة تقريبا متوسطة، بس هذا جيل الدها لك فاهم آية فترة سبعينات وستينات. فترة السبعينات والستينات لسه كل من دي مطلق هو، يعني ليس نسبي. يعني مثلا اسوا
شاعر، وش هو كاتب، وش هو سيد، وش هو مسود، وش هو معلم، وش هو تلميذ، وش هو فقير، وش هو زنقين. لا خيم يماثى طول ناشا فقير وقم لزنقين. لك حاصل مثلا طالب يوا، ومعلم معلم يوا، وشاعر يوا، وكاتب يوا. لسوا بين هذا لقاء، يعني لقاء أو تحول من طبقة إلى طبقة أخرى، أو من مكان إلى مكان. يعني عجوبة ياوا زنقين بايش فقير، أو فقير بايش زنقين، أو سيد بايش مسود، أو مسود بايش سيد. باثر أحداث حصل، حروب وأحداث وعالم طويل، أو مدل باني نظريات الاشتراكية ونظريات خاثة، بحيث بشل التجانس، بشل يعني لبش الاختلاط. يعني عامل مازال مقابل عامل مقابل مثلا وزير، لسوا هذا من دي بقميثة ده تملك يا اخويا كد وزير، لسوا هذا من دي بقميثة خلمي، وهذا انه وزال الخا مواطن يكد وزير. فمثل كمري ولا في يوم ماذا يعني ثانوية يا اخوة تصير لي الخا مدرس شعر، مير من اللي بوخو شعر، من كاثو قصة أنا فكر خاير بخنا كساير طالب كاثو قصة، كساير طالب باي شعر، كساير لا سعادة من دي شعر خمندي ورابع، يعني كاتب من دي رابع ولا ما تخلى لسه خم جاء يعني تاويل جرى وتكاثب من لا عادي. يعني كسو وانا مصالح انه كسو وانا مشاجع انه موضوع اختبار كسولا كسولي قصة من هاي قصة لا بعد ما يتزيه كسولي شعر من هذا الشعر لك عايز لخنا وانت كم هذا الوان ايه بدي لهم بكساوة يعني خواطر كمري ولا ذكريات، قصة قصوصة أبيات شعر، لكنه ليه ناضجة مبتدئة. بديني بكتابة هيك بكتابة جدية يعني بغديدة أنا كاجب ولي مسرح مقاميته، فبزيد كسم المسرح بداية التسعينات. أنا مسرح كاجب ولي لأنه أنا كزوالي المسرح دوم بوقت السبعينات هو صراع أيديولوجيات متصارعة، رأسمالية واشتراكية وشيوعية وبعثية وناصرية ومقاومة، وأسوأ بالسبعينات صراع ثقافي، وأدوات الصراع الثقافي أو مسرحي، من مستحوذ المسرح مستحوذ الأيديولوجيات الآخرين، محاكاة منطق قالح الآخرين. فدائما إثوالي أنا اهتمام سياسي وقت ما أجيب لي مسرح وكزوائل المسرحيات كلها أيديولوجية، يعني خدمي أيديولوجيات. ففي بغداد ديري مسرح، أول مسرحية كم كاثونا يا وميل كسو مسرحية وبسورة حديثا سؤالي مسرحية خلمة أنا ذاكر بخير حنا نيسان كم مخرج له ومثل الجماعة نصار نصار وست إخلاص باتر مسرحية خلمة مرة صلي لن كاتب مسرحي شغل كثر خرطة مسرحية ومش كثر المسرحيات إعداد نقلاثة هلا شوقي وسام نوح وسمير يعقوب وحنا نيسان مخرجين طلبيوا مني بعربي حديثا عامية، يعني مش
كثن إعدادا وتأليفا. كم شجعي لي بالبدايات يعني لك بعد كتابة المسرحية إحنا وأنت صعبة يا ولي يعني كمسرح. أنا قلت لي موروث ثقافي بس لازم داودنا مسرحية يعني سرد أدبي دخم حاولنا المسرح بالبداية لكن دم يعني لكن إنه بداياتي هو فكم تأويل توجيهات معينة أنه هذا أدب هذا سرد قطعة أدبية دخم حاولنا يا الخشبة المسرح دخم مثليلة ومثل الابن الضال يعني ماني مسكير ماني مطرق زايخ وجمشك مغذى بعربي مثل يعني كمثيلة مسرحية ثوالي سالم والمصباح مسرحية أطفال الفتيان مثلوها بجامعة الموصل ومباصر مش مالفن وانا مخرج مسرحيات تقريبا فرقة مسرح قراقوش تقريبا واللي من داوى يوم هلا يمكن 40 عمل و40 عمل كمثليه اعدادا وتأليفا بسورة وبعربي وبعامية وفصحى شاتة عن شاتة بش كم طاورنا. هاي كتابة ما هي كتابة أول قمات بيطلق جرة كذا أول عمل الثاني باش بش أسهل انباطك بيش صنعة يعني ليس أنا لك بعترف أنه كمريث موهبة يعني ثيل طول وقملب بش لشاعرة وطول وقملب بش لحدادة وبش لمسرحية وكاتب لا ليس هذا من دي ليس موهبة ما نكي أقول له فيلا يهيب يعني هاي ما نكي أقول له فيلا موهبة روح كي أقول له فيلا موهبة يعني موهبة كثير مباثر جهد مباثر سهر مباثر تعب مباثر معاناة يعني شو لحيلك بقى لا لازم موهبة قاعد كيف الدروخ هذه موهبة ليس خد ما له فيها موهبة أو تشتري مشم موهبة ليس هذا من دين بيش كتابة شعر أو قصة أو مسرحية أو سرد أو أي نوع من كتابة حتى خاطرة بيش صنعة ضد كلمة صنعة معينة بيطلق فترة طويلة حدادة نقارة نفس من دينا صنعة كتابة كل من دي صنعة له إعلام صحافة أي من دي صنعة له كلمة له هذه كلمة له هل أم تكاود مثابر أكثر قيمة كم بدعة بقاوح بعد التعليم بيشة كم بعد عن بقاوح كمري اتل موهبة يسكن يود صدروه أكيد يعني مباثر مثابرة وجهد وشولة بالأخير بشكل مشاركة مسرحيات يعني خارج بغداد زلن مشارك لنا ببغداد مهرجانات القوش بعشيقة قصدي هم بعشيقة زلن بس نقل أغضاء بعنكاوة هربل بش يعني أعمال دي بش يعني مقبولة تبلطخ بقوة خارج المحلية يعني تلقى لجمهور معين بس متبلطم خارج بغداد منافسين رابع محافظات لازم تو عمل تو متقن تو مهني يعني تو عمل راقي ومشترك مسرحية أمانة لزلوالي مشترك ولا بلبنان نقلة ونقلة بأردن ونقلة ببغداد. بالأخير حصل لنا جرأة أنه زالن المسرح ببغداد ليلة سهلة مسرح الوطني بتقشت بقاوح ناشئ كذا عقد من السنين كمشغلي وقامات كبيرة يعني عرضت المسرح الوطني لكن الحمد لله
وإذا المسرحية زل مشروك للمقاوح أو مشروك للمقاوح يعني قدم له تقريبا 60 عمل مسرحي يقبله 12 عمل واخر جديدا عمل جديدا شمع طقوس الحطبتم قبليله. دكتور نشأت مخرج وأنا المؤلف، أبونا درايد موسيقى، قاعد زلنا يعني منذ إيش معجب بقاحش خلى الموسيقى جائزة الأولى، التأليف جائزة الثانية تقريبا أو ثالثة، يعني مرشحة للأولى بس لبرط الأولى لأنه سوى قامت. المهم طيلا المسرح الوطني لك ما كل اللح أمباثر كم عرض له موصل معجب من إيش أساتذة الجامعات قدم أساتذة الجامعات مقدم مسرحيات مرة أختم مخيخو مهرجان أنا موصل وقبليل النجف مهرجان الطاف مهرجان ديني سولف نجف مهرجان الطاف زلنا شقلنا جائزة الأولى تأليف يعني نص جائزة الأولى جائزة النص قلنا الجائزة الأولى يعني شكرا لها وكعين لها تقريبا محافظة هذا المستوى. فحصل له يعني مسؤولية لمدخل كاتب بماطل درجة معينة، مسؤولية لازم تباش بهاي درجة. يعني أنا من بين كسم لازم تكسم يعني من نفس المستوى، لا بشي بتشتهر أقل من هذا، لا يا إما بتكسون ما يساوي هذا عمل يا إما لا تكسون. يعني إن اللي كسوت مش ثم تكست مندي للمقبول أو سيء أو للجيد، لا ناشا لكاثو مش ثم تكاثو مندي ذات للنقد للنح اللي لكسي ولا كاثو للنقد. ونقعين لها دا مهرجانات خاصة، واعتقد هذه مسرحية طقوس حطب اعتقد كده مقدمة بقاعة دكتور نشأت اعتقد كم قبليلة مصر لكي يعني لين موجودة مصر او مغرب لكن ضمن داني دول لين موجودة. بس يعني انقعين لها مقدمة مقواثح او بشطو. لم يعد لي متسع من الحب الآن. ما زلت تحبها؟ هذا زمن تطول فيه مساحات الحزن. إذا مسرح تراجيديا وإسكوميديا يعني ما قندك بهن دمئة ماشن دمئثة ما قند يعني ناشا واو باخي تو مسترخي. كتابة تراجيديا من السهل أنه مبخت ناشي، لكن مبخت ناشي ومقخ كتب بنفس اللحظة مسؤولية صعبة له. قاشنا كوميديا هم كسين أعمال كوميدية بس مقلين بقول لأنه قاشنا أصعب. ذاك كسي مثلا المسرح الكبار ومسرح الطفل، مختلف مسرح الكبار عن مسرح الطفل. مسرح الطفل أكثر مسؤولية، ومسرح الطفل لازم بيش الطفل ومفتكرة رغبات الأطفال تطلعات الطفل. فلك فهمت لك بيش الطفل أو فهمت نفسية الطفل اللي بهم قد مثل ما تنقبين. أما الكبير أنا كبير يمكن ما بيه كبار يعني كمراهقين مثلا يعني كتابة معينة مراهقة كل فترة من الزمن أو عمر من الأعمار مثل رغباته ومثل آماله. يعني أنا ليه بتونا مثلا علاقات حب أثر فهم مراهقة وفلسفة. طفل كذلك بتونا مسائل مادية يعني ديك اهتمامات جديدة أكثر مما ديك مفتكر علاقات الحب. كبار بتونا مثلا
موضوع فلسفي أو فكري أو هادخ من دي، فكل كتابة إتلا شروطه. أما الكتابة الكوميدية يعني ليه لبسك خوكة، لازم تقاخ وتباخ بنفس اللحظة، وإلا خوكة هاي حركة مناقضة أو حركة خاطئة مقخ وتقاخ غيرها. بس ما مزدنا فكريا، لازم نزدت فكريا هذيك خكتة مفارقة مثلا تناقض معين توت لفكرة معين. أنا قاشنا كنو إذا أعمال كوميدية بس قاشنا أقل يعني تو عمل راقي إذا بعض الصعوبة كره ما تراجيديا الجيبي بيش قلم كوميديا قاشنا أصعب. مسرح السرياني يعني كل ما تعرضت لخشبة المسرح لازم تاوي بشروط المسرح. يعني مسرح السرياني لك بالط عن أني شروط إذا يعني مسرح ما قبيله خشبة وتمثيل ونص وإخراج وإضافة للإنارة وإضافة للديكور ومن دي يعني ملحقات اكسسوارات. مسرح السرياني حالي مسرح العربي أو مسرح أي مسرح أوروبي، لكنه بعض الأحيان جماعة كمري لتل المسرح السرياني أخني كظل مخل المسرح السرياني. يعني مسرح السرياني كم قدمغ أخني تراث السرياني، كم قدمغ اللغة السريانية، كم قدمغ الموسيقى الطقسية، كم قدمغ تراث الأجداد. خصوصية هي هذه. أما دمت لي لا تميزه عن مسرح الآخر تمنه. المسرح العربي أصلا لا تميزه عن المسرح الأوروبي، وحاليا ده مسرح الحديث ده بطلت تويرو كلاني شروط المسرح الأرسطوي يعني كمري البداية ووسط ونهاية. مسرح الحديث بش رؤية بش إنارة ضوء لبش بس كلام بش شو يعني عرض إنتاج. حتى هذا مسرح التمرين التجريبي كثير كلاني قواعد، لكن كمسرح سرياني رسم بنفس المسرح بنفس الشروط المسرحية ديتلن. بس أنا خشن يعني إيه بخصائص مسرح سرياني مقدمة بقاوح تراث لغة كيف مقدمة بقاوح طقس أجواء روحية اللغة روحية يعني ما يعني بارت مسرح السرياني تاويل خصائص مميزة. طيب مسرح العربي بكل وسعة اللغة العربية بكل اللغة حاليا لغة واسعة لك ما يبد هذا مسرح خارج المسرح الأوروبي. إلا الحكواتي هذا أقرب إلى المسرح لكنه للمسرح حكواتي بدايات المسرح العربي وحكواتي وبس التنادي الخاصية مميزة. أما بيته من مسرح السرياني دي مسرح سرياني وبلغة سريانية دي طنطا ألف قهر الريشة كلاني سنوات الألف الريشة ذم بلطة مسرح يعني مميز عن المسرح العربي أو الأوروبي. قيل كم مثلا إذا مسرح الصيني مسرح الياباني مسرح الأمازيغي مسرح أفريقي مسرح أوروبي مسرح عربي مسرح كلها مسرح السرياني قيل أخني ظل مسرح السرياني باخ تاويل خصائص معينة. هذا كلك خاضع لشروط المسرح بصورة عامة. ألم تحاول أن تجد مهنة أخرى؟ سدت أمامي كل الطرقات. ترهات حفظناها عن ظهر قلب. ملعون إلى يوم القيامة. لا يسمح لك بالكلام إلا حين نطلب. كثر قصة كثر شعر كثر مسرح. قصة كمجموعة قصصية كلا زرتها من اتحاد الأدباء شدق صغيرة من اتحاد الأدباء وكثر رواية كان مقدمة عايشاتها بالطبعيلة يمكن
هذه شاتة رواية. شمح رواية شمح إيلياب الآشوري. إيلياب الآشوري رواية تاريخية له. طبيب بالآشور وطبيب بابح أسرحدون وساوح سنحاريب، طبيب بمعاصرة آن 3 ملوك، سنحاريب وأبرح أسرحدون وحفيده آشور بانيبال. هذا طبيب حاكى عن آية فترة، وبديل يبقى أنه طبيب بغدادي، يعني أحداث قصة حصين بغدادي، وهو مولد ديدي حب بغدادي له، وحكى عن تاريخ. بالنسبة للقصة أصدر مجموعة عن طريق اتحاد الأدباء. شعر كثن لين شاعر، لكن لي محاولات شعرية ناضجة أنا بعض الأحيان، بس مقلين بشعر لأنه أنا لين شاعر كثن هم منه. قلت لي لين صغيرة بعد قلت لي أوراق من دفتر الحرب، أنا قصص عن أحداث يوم دينه بحرب. أنا أخدم لي بحرب 7 سنين، 7 سنين معاركين وكلها. اسوى حيل دكواثة مستقلي موثقته، بس طبعا لا كل حدثك حاصل قصة، لأنه حدثي له. ألدم حولت لي إلى قصة، لما حولت لي إلى قطعة فنية. قطعة فنية لازم شروط معينة، لا كل حادثك حاصل قصة. فإذا حيل دكواثة حصل لي حوادث معرض الأحداث بحرب، كثير تقريبا 20 قصة. بالصادر ننقع لها مجموعة شمح أوراق من دفتر الحرب، قصص عن حربنا، ورواية كثولي شعر. بس المسرح قشر روحي المسرح مش حلم كله. دائما كانت أسئلة كم باقر، يعني كتابات إيث بأدب ودراما. قصة أدبي له، دراما مسرحية درامي له. دائما كودي ما الفرق بين قصة ومسرحية، يعني هذا يعني كذا مقرب بين نوع ونوع آخر اللي مختلف، يعني صبرة وفيل، يعني يعني مقارن بين ذئب وكلبة إذا فروقات قريبة. فرقا بين مثلا طائر وطائر أو كسيسة وطائر إذا فرق. قصة عندها متحاكين ياخذوا فلان من اسوى قوبرة، اسوى ضبراتة، اسوى ضعائلة، هذه قصة بتحاكينه خلال. لكن المسرح أنا حدث ذي لك حاكت لي، لا قشت الخشبة مسرح، مسرح قبيل خشبة، قبيل إخراج، وقبيل نص، وقبيل تمثيل، وقيبة قصة. مسرحية لعبة قصة، لعبة مسرحية، بس مسرحية محتوية قصة، يبقى قصة فزرت له بخياله، كلك شمت له مخه مع حكاية، كلك شمت له مخه ويتكفزت له بخياله. بينما مسرحية قش لقامه، حدث قش لقامه، وكل ذات له شروطها الفنية. قصة يبغى مقررت له بقصة القصيرة، بقصة القصوصة، القصة القصيرة جدا برواية. أما مسرحية دراما يبغى مثلا مسرح كوميدي، مسرح كلاسيكي، مسرح حديث، مسرح التجريبي، مسرح الأرسطوي، يعني أنواع الأشكال المسرحية.